السلام عليكم متتبعي الكرام، ومرحبا بكم في قناة شهيوات بلادي مع أم زكريا. اليوم إن شاء الله نشارك معكم طرطة بالخضار كتجي رائعة اقتصادية سهلة، تقدروا توجدوها الغدا أو العشاء وبلا كثر التعقيدات. ديري كل شيء بلا كثرة الماعن، ديري كل شيء في المقله ووجديها في دقة واحدة. كتجي رائعة واقتصادية والمذاق روعة، كيحمق عليها الصغير والكبير. كنتمنى تبعوا معايا الفيديو الاخير، ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش نبارطاجوا الاشتراك مع الاهل والاحباب باش تعمل فائده. واللي مشترك دائما تنقول مرحبا بكم والف مرحبا، واللي مازال ما اشترك كنتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساونيش من اللايك ومن التعليق كتحفيز للقناه. ونبداو دائما بالصلاه والسلام على رسول الله على بركه الله. كنبداو بالخضار ديالنا. انا مستعمله هنا 2 فلفلات، عندي هنا 2 البطاطات متوسطين، عندي بصله كبيره ومطيشه اللي تكون صغيره، ما تكثروش مطيشه. انا غادي نقدم معكم ونشرح لكم اكثر. هذه وجبه متكامله كيف ما شفتوا، وراها كتجي وجبه كبيره بزاف. يعني الخضر كل ما كتزيد الخضره كل ما كتجي الحجم كتير بزاف. تبارك الله. هاد الكميه اللي حطيت انا غير 2 بطاطات وهاد 2 فلفلات مع هاد البصله عطاو واحد الكميه اللي كثيره، واحد المقله كبيره عامره وكتجي مشبعه. تقدروا توجدوها في اي وجبه وكيحماقوا عليها الوليدات صغار وكبار، كلشي تيحماق عليها. هنا كنقطعوا البصله ديالنا اللي غنقطعوها جد رقيقه، ضروري تكون رقيقه بزاف كيف ما كتلاحظوا في لا فيديو. صافي غادي نستمر نقطع الخضره ديالي كامله بهذا الشكل هكا، ضروري تكون رقيقه. وكنزيدوا نرقوها بالسكين الا شفنا شي طريف ما مقطعش مزيان. صافي انا نولي نكمل البصله اللي انا ما نستعملهاش كامله، جاتني كميه كثيره، البصله كبيره بزاف كيف ما شفتوا الكميه كثيره ما شاء الله. هنا الفلفله اللي غنستعمل يمكن لكم تستعملوا حتى الفلفله الحمراء، انا اكتفيت بالخضراء بان نستعملها المطيشه باش ما يجيش داك اللون مكثرين بزاف. صافي هنا الفلافل بجوج بهم هكا جمعتهم قطعتهم شرائح رقاق وكنقطعهم بهذا الشكل هكا، كيجيو رقاقين بزاف وكيجيو ساهلين في التقطاع بلا ما كنتعطلوا في التقطاع. الا بقينا كنقطعوا بالحبه غادي نتعطلوا. صافي نفس الطريقه نستعمل مطيشه، نحيدوا لها ضروري نحيدوا داك الراس ديالها باش ما يجيناش قاصح، وغنستعملوا نفس الطريقه حتى هو نفس التقطاع يجيو صغيورين. هنا ما نكثروش مطيشه حيت الخضره ديالنا غادي تطلق لنا الماء، وبما انها طلق لنا الماء وحنا ما بغيناش تكون عندنا كثره المرق في المقله. مطيشه الا كثرنا حتى هي كتطلق الماء، راكم عارفين مطيشه كتكون فازقه. صافي نشف انايا هنايا القطعه ديالي، والبطاطا ما هنقطعهاش، هنحكها بهذه الطريقه هكا. تستعملوا اي حكاكه عندكم باش كتسرع علينا العمليه ديال الطياب وكتجي طايبه تماما، كاع ما تخافوا عليها تقولوا ما طايباش، راه كطيب تماما. صافي نحكهم بجوج، راه كتحط واحد الكميه تبارك الله كثيره. صافي هذه هي الخضره ديالي اللي هنستعمل. صافي نخلط الخضره ديالي مزيان، راه كتجي سهله اقتصاديه، والمهم في الامر كتجي لذيذه. تقدروا توجدوها في اي لحظه والوليدات تيحماقوا على هاد الوجبات هادو. وفيها الخضره راه ما تخافوش منها، كتجي صحيه. انا هنا استعملت بينت لكم 4 البيضات، ولكن انا زدت بيضه واحده في الاخر لان جاتني الخضره كثيره. المهم في الامر انا هاد الوجبه هذه زدت لي 5 ديال البيضات. الا بغيتو تنقصوا من الكميه لان قلت لكم الكميه كثيره، كتجي وجبه هذه عائله كبيره، اللي بغى ينقص من هذه الكميه ينقص. صافي هنا كنهرسوا 5 ديال البيضات كيف ما كتلاحظوا. انا نزيد بيضه ل5 وغادي نخلط البيض مع الخضره ديالي مزيان. هنا ما كنديرش التوابل بكثره، كنستعمل الفلفل الاسود واحد الراس معلقه، ما نستعملوش ما نكثروش البزار لان الا كثرنا غادي يكحلنا اللون ديال البيض مع الخضر. ما نكثروش كثره البزار، غير واحد شويه. والملحه نستعملو على حسب الذوق، ما نكثروش الملحه لان مازال نستعملو الفرomاج راه كيكون مملح. صافي تنخلطو مزيان داك الملحه والابزار باش يجينا مخلط مزيان، ما يجيش البليصه مالحه وبليصه لا.
ضروري نخلطو مزيان، حيت بعض المرات تيبقى لنا الملحه ما مخلطاش، كتجي شي بليصه فيها كثرت الملحه مقوق. صافي هنا مزيان راني خلطت. غادي نستعمل الفرomage، انا استعملت هذا الفرomage ديال الساندويتشات، انا استعملت الاحمر، تستعملوا اي فروماج. من قبل انا استعملت حتى الفرomage موتزاريلا، حكيته حتى هو جا من الداخل معلك. انا بغيت هاد النوبه نستعمل غير هاد الفرomage هذا. صافي نخلط مزيان. انا نسم بواحد شويه ديال الفلفل الحار او السوداني او الشطه على حسب الدول شنو كل واش انت يسميه، غير هو كيبقى اختياري ماشي ضروري. حنا كنستعملوا الحار، كان في اي وجبه ضروري خصها تكون حاره. استعملنا عليه غير واحد الراس ديال المعلقه، ويمكننا نستعملوه في الاخر حتى كيطيب معنا. هنا المقله عندي درت لها واحد الكميه ديال الزيت، غير واحد شويه يعني غير باش تندهن ليا، ما نكثرش الزيت. وندير واحد المقله اللي تكون ما كتلتصقش معانا، وغادي ننزل الخضره ديالي ونضغط عليها باش تجيني مستويه، الخضره تجي مقاده باش ملي طيب في دقه واحده. هنايا كيف ما شفتوا انا كنضغط عليها باش كتنزل الخضره كامله وتجي كطبقه بحال الطورطه او طورطه مالحه. هنا غنغطي عليها وغادي نخليها من نص ساعه حتى ل 40 دقيقه وهي تطيب على هاد النار هكا اللي تكون مهيله. واخا دوزي يدك من الفوق العافيه كتحسي بالعافيه بحال اللي ما كايناش، تكون ضروري مهيله تماما. كطيب معنا حتى ل 40 دقيقه حيت الخضره ديالنا كتطلق الماء. بما انها كتطلق الماء كنخليوها حتى كتشرب واش كيشد راسو البيض عاد نعريو عليها. كيف ما شفتوا انا كنجربها بالسباتولا باش نهزها نشوفها مع الجنب واش هي هذيك، ولكن من الفوق راه كنشوفها انا كتشوفوها من بوجهكم هكايا بانها ناشف البيض تماما من الفوق. كنضيف واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون باش نقلبها وتحمر ليا على شكل لون ذهبي. ما بغيتوش تستعملوها ما تستعملوش، ولكن كيجي رائع ملي تندهنوها. كيف ما شفتوا اللون كيجي محمر هو هذاك. دازت معنا 40 دقيقه وهي تطيب، عاود نغطيها بنفس الغطاء ديال اللي غطيناها، كنخليوها 15 دقيقه وهي تطيب، لان واخا قلبناها راه كتولي تشد الطياب ديالها باش تجي داك الخضره ديالنا طايبه تماما. راه واخا تسمعوا داك 40 دقيقه راه كطيب بحال شكل كيك. من بعد ما قلبتها من الوجه ديالها كتجي مذهبه، كتجي رائعه في اللون وفي المذاق روعه. هذا هو الشكل ديالو من بعد ما تيطيب. انا غادي نزينها هنايا بواحد شويه ديال الكاشير مع رونديلات ديال الحامض كيبقى اختياري. واستعملت الزيتون اللي تيكون بالهريسه، بان الاكله كتبغي شويه تكون شي حاجه فيها الشطه ولا الحار. وهذا هو كيف ما كتشوفوا الوجبه اللي استعملت او الكغاتان كتجي رائعه. شكل الكغاتان شكل ديال الطورطايه مالحه بالخضر كتجي رائعه سهله اقتصاديه. كيف ما شفتوا ما كتهش معنا شي مكونات كثار. يمكن لكم تزينوها بالفرomage الاحمر، تدهنوها ترشوا عليها من الفوق وتخليوها واحد 5 دقائق علاش يذوب معنا، وكتجي رائعه لا في المذاق ولا في الشكل. وكنتمنى ما تنساونيش من اللايك ومن التعليق كتحفيز للقناه. وكنقول لكم ما تنساونيش من بارطاج واشتراك مع الاهل والاحباب باش تعمل فائده. وهنا كيتسالى ليا الفيديو، وكنقول لكم الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم.